قبل ربع نهائي كأس آسيا، ماذا يفعل النمور أمام الزعيم؟ ماذا يفعل الاتحاد أمام الهلال؟ السلام عليكم، معكم محمود الجندي وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم في التسعين. ليه الهلال بيفوز على الاتحاد وفي الشوط الثاني بالذات؟ ليه الهلال مكتسح الاتحاد؟ ليه الهلال هو الوحش الذي يفترس فريسته في الدوري السعودي هذا الموسم؟ ليه الهلال ما خسرش في الدوري السعودي هذا الموسم؟ حاجات كتير وأسئلة كتير بتنطبق على الهلال أو بتتقال على الهلال السنة دي. ومين أول فريق هيفوز على الهلال هذا الموسم؟ كل المحبين للهلال وأي محب أي نادي في السعودية بيسأل الأسئلة دي دايما ومحدش بيجاوب عليها. ليه؟ لأن الهلال قدر إن هو يعمل منظومة كاملة متكاملة. خيسيوس قدر يعمل منظومة بره الملعب وداخل الملعب، وده المهم جدا. داخل الملعب قدر ان هو يحط لعيبه موجوده محترفين في كل مركز هو عايزه، مش جاب لعيبه بس كده مصنفه كلاس ايه وخلاص، لا، هو جاب من كل اللعيبه اللي موجوده بس محتاجهم داخل الملعب ويعتبر كلهم كلاس ايه. طيب هو على الدكه هو احتياطي ويعتبر هم اساسي المنتخب السعودي، يعني بمعنى اصح وكانوا اساسي الهلال، فعشان كده الهلال متفوق على اي فرقه بيلعبها في الدوري السعودي هذا الموسم. الاتحاد مشكلته مشاكل كبيره جدا، بس كل اللي فيها ان مشكله الاتحاد الاولى هي في الاداره، ان هو ما قدرش ان هو يجيب لعيبه يستفاد منها الاتحاد هذا الموسم. كان معاهم المدرب سانتو وقدر يفوز بالدوري السنه اللي فاتت، بس اكيد ان سانتو لما ما لقاش لعيبه، وطبعا كان في اخطاء من عنده وكان في مشاكل كبيره، وبعد كده رحل سانتو وبعد كده جه جاياردو اللي برضه وقع في نفس مشاكل الاتحاد السنه دي عنده فكر. يعني جاياردو جاي وعنده فكر، بس مشكلة عنده ان هو ما عندوش لعيبة تقوم بالفكر ده. وغير كده ان هو راح جاب استقطابات من الأندية التانية، جاب فابينيو في مركز كانتي، او كانتي في مركز فابينيو، وجاب بنزيما في مركز حمد الله. ما جابش اللي هو محتاجه، يعني الأظهرة عنده محتاج أظهرة ما جابهمش، محتاج واحد في قلب الدفاع او اتنين ما جابهمش. عنده إصابات كبيرة في خط الدفاع زي شراحيل، وكان حجازي مر بالإصابة دي طبعا الصليبي. حتى فيليبي لويز اللي جه اتصاب برضه وقعد فترة كبيرة غايب عن المباريات، وبعد كده رجع في مباراة الهلال. هتكلم النهارده عن طريقة لعب الهلال، واقول لك ان الهلال دايما بيلعب ب 4 2 3 1. فكر خيسيوس دايما وهو بيهاجم بيعتمد على 4 2 3 1. بيكون ميشيل على اليمين، متروفيتش قدام، وسالم الدوسري بيكون هنا في الوينج الشمال، وهنا بيكون مالكم. طبعا خيسيوس بيعتمد دايما ان مالكم هو اللي بيقوم بالسويتش بينه وبين ميشيل، وبيغير المنطقه دي كلها، فبيدخل هنا مالكم وبيدخل ميشيل دايما في انصاف المساحات او العكس. غير كده ان سافيتش هنا بيسيب مكانه لينيفيز اللي بيغطي المنطقه دي كلها، ودايما سافيتش بيعمل هنا برضو مثلثات مع سالم وبيجي من خلفهم البريك، وبيكون هنا عباره عن شكل مثلثات بينه وبين البريك وبينه وبين سالم الدوسري. غير كده ان دايما بيجمع اللعب هنا في المنطقه ديت، علشان مالكم وميشيل يقوموا بعمل 1 2 هنا، ودايما بيجي من خلفهم سعود عبد الحميد، اللي دايما لا اما ميشيل هو اللي يرفع، لا اما ميشيل يدخل هنا وسافيتش يدخل هنا عشان ياخد الكره العاليه من سعود عبد الحميد. طيب لو انت فريق الاتحاد دايما بيلعب ثلاثة، او في الماتش اللي فات لعب بثلاثة 5 2، فهو بيقفل العمق. عندك هنا لما بيقفل العمق الاتحاد دايما متروفيتش بينزل لوسط الملعب عشان يسحب الخط الدفاع بالكامل بتاع الاتحاد. ولما سعود صعد، ودي كانت المشكله الكبيره جدا عند الاتحاد في الماتش اللي فات، لان زكريا هوساوي ما بيلعبش اصلا ظهير ايسر، لا هو بيلعب وينج، فعشان كده كانت عامله هنا نقطه ضعف كبيره جدا عند الاتحاد. فهو لما بيسحب الفرقه كلها بتاعت الاتحاد هنا لوسط الملعب، دايما سعود بيطلع ونفيز هنا بينزل وسط المدافعين، بيلعب الكرة هنا على سعود عبد الحميد عشان سعود عبد الحميد يرفع من الوضع الحركة، ودي مشكلة كبيرة جدا عند الاتحاد. وفي وضع الحركة دايما لما بيرفع الكرة بيجي هنا سافيتش ومتروفيتش، ومتروفيتش دايما مش بيثبت مكانه ان هو بيدخل كده، لا، متروفيتش دايما بياخد خلف اخر مدافع موجود في الاتحاد. يعني سافيتش ممكن يطلع لقدام ومتروفيتش هو اللي يرجع لورا عشان يرفع الكرة وتروح لمتروفيتش او سافيتش. وسافيتش هو نقطة التحول دايما في قرارات نادي الهلال، لان هو اللي بيسرق المساحة دايما. الراجل ده اللي هو سافيتش طبعا هو كويس جدا بالكرة، ومن غير الكرة كويس جدا. غير كده
نفيذ ده عامل زي بمعنى أصح الروح في الجسد، هو ده الروح في الجسد بالضبط. طبعًا هنا القلب الهلال اللي هو سافيتش، وهنا مالكم اللي هو ترمومتر الأداء بتاع الهلال. بمعنى أصح أنت عايز تفوز على الهلال كاتحاد لازم تفكّر كويس في 90 دقيقة، لو ما قدرتش تسير المباراة زي ما أنت عايز في ال90 دقيقة، فأنت بتخسر قدّام الهلال تاني. طبعًا ده الهلال في مرحلة الهجوم، أمّا في مرحلة الدفاع الهلال دايمًا بيعتمد على 4-1، 4-1 بيرجع ده كلّه، وبيرجع سافيتش جنب نيفيز، وبيرجع هنا البريك، وبيرجع هنا سعود عبد الحميد، وبرضه بيرجع ميشيل هو اللي رجع هنا أهو، وهنا بيرجع سالم الدوسري، ومالكم هو اللي بيكون هنا ومتروفيتش قدامه. ده في الحالة الدفاعية. نتكلم عن الاتحاد في مرحلة بناء اللعب دايما بيعتمد على 3 اللي بيبنوا اللعب دايما فيليب لويز واحمد حجازي، وطبعا اللي موجود دلوقتي قادش، لان انا من كتر الاصابات طبعا احنا قعدنا بنتلخبط في التشكيله بتاعه الاتحاد. زكريا هوساوي هنا، ومروان الصحفي هنا، وقدامهم كانتي وفابينيو وفيصل الغامدي، وقدامهم رومارينيو وحمد الله. حمد الله هنا دايما هو اللي بيكون رقم 9، لان بنزيما غايب للاصابه، وعندهم اصابات كبيره واصابات كتير، فاحنا مش عندنا عارفين ده مين اللي بيلعب ولا مين اللي هيغيب، ومفيش دكه اصلا عندهم. بالعكس ان المدرب اتجه ان هو يلعب دايما بالناشئين، وانا شايف ان واحد زي احمد الغامدي هو لعيب مميز جدا، بينزل في الشوط الثاني، خدوا بالكم منه. انا مش متذكر بصراحه ان هو رقمه كان كام، بس هو لعيب شباب ولعيب هيكون ليه مستقبل كبير جدا، هو وفيصل الغامدي. في مرحله البناء دايما بيعتمد الاتحاد على ال3، وبينزل او واحد بيروح على اليمين هنا وبيطلع مروان الصحفي، وبينزل فابينيو هنا بيساعد في مرحله البناء. او لو فابينيو هنا فكانتي بيروح يقفل المنطقه اللي هي دايما موجوده، لان بيهاجم دايما بمروان الصحفي، فهو بيقفل خلفه، او كانتي بيروح عشان يلعب في انصاف المساحات هنا. رومارينيو دايما بيعتمد على الكور العاليه، او بيجي من الخلف للامام، اللي بيحضروا له اللعب حمد الله او كانتي او فيصل الغامدي، اللي بينتقل هنا بيكون اوقات بيكون على الجبهه الشمال. وده طبعا من تفكير جاياردو، دايما هو بيعتمد على ان هو كان من اول ما جه ان هو بيعتمد على في مرحله الهجوم بيعتمد على 4-2-4، ومرحله الضغط برضو العالي بيعتمد على 4-2-4. هو جاياردو تفكيره من اول ما جه ان هو يعمل جبهتين سواء على اليمين او على اليسار، وده كان بيختلف دايما بيه، وشفناه كتير في الماتشات اللي هو لعبها. بس اللي احنا شفناه ان الفرقه مش مساعداه ان هو يعمل الشغل اللي هو عايزه. طبعا في مشكله كبيره في السكواد بتاعه. هي فكر جاياردو دايما بيضغط ب 4-2-4. لو هو من اول المباراه قدر ان هو يضغط 4-2-4، انا بنصح ان هو يرجع ينكمش في خط الدفاع بتاعه عشان يقدر يجاري الهلال طول المباراه، لان انت في الشوط الثاني دايما التغييرات بالمختصر كده ان الهلال بيقلب النتيجه، والاتحاد ما عندوش تغييرات بره فما بيقلبش النتيجه. يعني هو الهلال دايما بيقلب النتيجه في الشوط الثاني، فانت عايز تهاجم وتفوز على الهلال لازم ترجع بعد ما تحط جون او 2، لان انت بتلعب ضغط عالي، وانا عارف ان جاياردو اصلا مميز في الحته دي. بس مشكلته ان هو اصلا ما بيقدرش يحافظ على النتيجه بتاعته، فبيدنه على طول بيهاجم، ودي مشكله كبيره جدا، لان بيفضي مساحات اللي مالكم بيحبها وميشيل بيحبها وكل اللعيبه بتحبها في المكان ده. عايز اقول لك ان المباراه هي بمعنى صح خارج التوقعات. اتمنى ان شرحي يكون نال اعجاب حضراتكم. ما تنساش تعمل لايك والفولو، وبشكركم والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في ال90.